وما تخافيش لو سمحت ما تضيعيش وقت. طب عايزه رقم الدكتور، رقم حضرتك لو سمحت. انا اسمي موجود في النت وفي الدليل في كل الدنيا. طيب شكرا يا دكتور، ربنا يخليك. اهلا بيكي. اهلا وسهلا ورحمه الله. انا بقول لك فعلا دي انا بنقل لحضرتك. انا الشهاده دي مسؤول بيها، مش قدام الناس، قدام الله، امام الله والتاريخ ويوم القيامه هيبقى في حساب على كل كلمه. يبقى خلاص انا بقول طعموا اولادكم ولا تخافوا ان شاء الله. ولو سمحتي قولي على اسم الطبيب اللي قال كده عشان انا اكلمه دلوقتي واخليه يجي معايا المره الجايه، وان شاء الله اخليه يردد اللي انا قلته دلوقتي ونقنعه لو كانش اقتنع. طيب نرجع برضو تاني معلش يا دكتور عشان نطمن الناس اكتر. حضرتك بتقول ان كل اللي فيه امن. في ناس برضو متخوفه من حاجه تانية، من مده الصلاحيه بتاعه التطعيم. انتاجه تم انتاجه امتى واللي جاي لنا، لان برضه هم معتقدين ان احنا من الدول الناميه، هم بيبعتوا لنا الحاجات. لا ده احنا كنا، ده هم شوف حضرتك هو يعني كان في مثل اذا كان فيها الخير ما كانش رماها الايه؟ الطير. هم هي فيها خير، وفي الغرب هم كانوا طماعين فخدوا الانتاج كله فحرموا الناس الاخرين منهم. خلاص اتبقى حاجات عندهم وهم عايزين يكسبوا ومش عايزين يفسد عندهم، بعدين يرموه فعايزين يبقوا هيجون مين؟ احنا كنا اوائل الناس الحمد لله. الحكومه المصريه كانت نشطه جدا انها راحت وقالت هنعملكم وهنديكم اللي انتوا عايزينه، احنا كسبانين هم هيكسبوا واحنا هنجيبوا فلوس وهندي الناس ببلاش بنعمه من عند ربنا. يبقى نشكر الحكومه المصريه نبقى واحد بالتاريخ برضه. الحاجه الثانيه نستغل الفرصه بقى، لان احنا لو سيبناه هتلاقي دول ثانيه عندها فلوس تروح تاخده. ايوه مده صلاحيته قد ايه؟ مده صلاحيته عشان ما اعرفش بالظبط يعني. ده لسه منتج هو ليه؟ ما هو ده يبقى اقل حاجه هتبقى سنه انت هتخلصيه في يوم. ده هو لو جه الاربعه ده مش هيكفوا، انت عامل 18 مليون يعني هيجي لنا 4 وفي 5 مليون، ده مش هيكفي، احنا عايزين تاني وتاني. وبالظبط برضه من ضمن الحاجات اللي الناس بتسال عليها